السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو سنتحدث باختصار عن القائمة اللانهائية للمسلسلات اليمنية التي ستعرض في رمضان 2026. أولاً، مسلسل ملوك اليمن، المسلسل التاريخي اليمني الجديد الذي سيعرض في رمضان 2026. المسلسل من إخراج المخرج السوري عبد القادر الأطرش، ومن إنتاج شركة النبيل للإنتاج الفني. والنجوم المشاركين في العمل هم نبيل الأنسي، حسن الجماعي، ومنى الأصبحي، والفنان السوري ريان جنبلاط، وغيرهم الكثير من النجوم الذين لم يتم التصريح عنهم. وسيعرض على قناة يمن شباب الفضائية. ثانياً، مسلسل عنبر 5، المسلسل من إخراج عادل العديل، ومن إنتاج قناة اليمن الفضائية. ولنجوم المشاركين في العمل هم نبيل حزام، عصام القديمي، يحيى إبراهيم، عبد الكريم المتوكل، فؤاد الكهالي، إبراهيم الأشموري، نزاز السنفاني، منى علي، نجيب عبد الله، إبراهيم الزبلي، وغيرهم الكثير من النجوم. وسيعرض على قناة اليمن الفضائية. ثالثاً، مسلسل لصوص العمارة، المسلسل من إخراج زين العابدين أبلان، ومن إنتاج يمن شباب الفضائية. والنجوم المشاركين في العمل هم آدم سيف، صلاح الوافي، سالي حمادة، سحر الأصبحي، أماني الذماري، محمد نعمان، حسن الجماعي، سمير قحطان، وغيرهم الكثير من النجوم. وسيعرض على قناة يمن شباب الفضائية. رابعاً، مسلسل عمارة خميس، المسلسل من إخراج طلال بحيدر، ومن إنتاج قناة عدن الفضائية. النجوم المشاركين هم نخبة من نجوم حضرموت وعدن. وسيعرض على قناة عدن الفضائية. خامساً، مسلسل عيال صالح، المسلسل من إخراج حمدي منصور. والنجوم المشاركين في العمل هم حسن الجماعي، خالد السياغي، مروان الزرق، صالح الأسمر، والنجمة هبة الله خالد، وغيرهم الكثير من النجوم. وسيعرض على قناة سبأ الفضائية. تم تصوير المسلسل في مصر. سادساً، مسلسل دروب المرجلة الجزء الثالث، المسلسل من إخراج وليد العلفي، ومن إنتاج قناة السعيدة. والنجوم المشاركين في العمل هم صلاح الوافي، أشواق علي، زيد العبيدي، غيداء وليد العلفي، توفيق الماخذي، مطهر رحيمان، علي العزاني، وغيرهم الكثير من النجوم. وسيعرض على قناة السعيدة الفضائية. سابعاً، مسلسل الضايع، المسلسل من إخراج ياسر الظاهري وسيف الدين الوافي، ومن إنتاج قناة المهرية الفضائية. والنجوم المشاركين في العمل هم عبد الله يحيى إبراهيم، خالد البحري، محمد نعمان، رغد المالكي، بكر بشرحي، توفيق الماخذي، وغيرهم الكثير من النجوم. وسيعرض على قناة المهرية الفضائية. تم تصوير المسلسل في تعز. ثامناً، مسلسل العهد، البديل لمسلسل أواب، المسلسل من إخراج عبد الرحمن دلا، ومن إنتاج مؤسسة الآمام الهادي. والنجوم المشاركين في العمل هم سلطان الجعدبي، طارق السفياني، عبد الناصر العراسي، عبد الرحمن الجوبي، أسعد الكامل، عبد الكريم المتوكل، وغيرهم الكثير من النجوم. وسيعرض على قناة المسيرة وقناة العرض الأول على اليوتيوب. تاسعاً، هناك مسلسل من إنتاج شركة الحسام للإنتاج الفني، عمل درامي يسلط الضوء على قضايا الشباب ومعاناتهم بقصة صادقة من الواقع.
يتم التصوير عليه حالياً. لم يتم الكشف عن اسم العمل. طاقم العمل هم: حسام نبيل المنصر، مطهر الميرابي، العز الحج، منصور البريهي، محمد المنبري، وغيرهم الذين لم يتم الكشف عنهم. 10. مسلسل الإذاعي عتم، من إنتاج شركة الندى للإعلان، ومن تأليف علي ناصر الخمري، وإخراج عماد للرباش، ومن بطولة كوكبه من ألمع نجوم الدراما اليمنية. كملنا تصوير الحلقة الأولى، وهذول الشباب ها معي، العز، وهذا حسام، وهذا حسام ثاني، وهذا مطهر، أقصر واحد بالفريق. إن شاء الله. لدرجة إنه ما ظهرش بالكلام. إن شاء الله يا رب. العيال تعالوا ندعي دعوة عام الكل. يا رب مطهر ايش؟ يا طوال. يا رب. يا رب إن شاء الله. دعواتكم لكم. يا خبير، السلام عليكم. كيف يا حسام؟ كيف الأمور؟ الأمور طيبة الحمد لله. كيف شركة حسام؟ والله شركة ممتازة والمخرج حقنا أفضل شركة حتى بالرواتب حقها ممتاز. والله يعلمنا. يعني تخيلوا بالمشهد الواحد نحصل $100. أقسم بالله نضيع جميع الشركات. كمل يا ياسين. وفي نهاية الفيديو نتمنى منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر التنبيهات ليوصلكم كل جديدنا. ودمتم في رعاية الله.